من كام يوم بي ام دبليو خدها وكيل جديد في مصر، وكلنا شفنا طوابير الناس اللي كانت رايحه تحجز عربيات بعد فتح باب الحجز، وبرده كلنا شفنا اسعار العربيات او لستة الاسعار اللي محدش اختلف عليها انها اسعار منطقيه ومعقوله مقارنه بالسوق واللي بيحصل فيه دلوقتي. بس مش عارف ليه عندي احساس ان التوكيل ده هيعمل زي باقي توكيلات مصر ويأخر تسليمات العربيات. وخليني اقول لك ليه انا حاسس كده. مبدئيا استماره رغبه الشراء بتاعت العربيه فيها حوالي 3-4 سطور بتعفي التوكيل قانونا من المحاسبه لو ما سلمكش العربيه، ومكتوب فيها بصريح العباره كالاتي، خليني اقراها لكم واحده واحده. اول سطر: يقر ويقبل العميل بأن هذه الاستمارة ليست ملزمة قانونا بينه وبين الشركة، ويوافق صراحة على أن هذه الاستمارة لا تنشأ أي التزام قانوني على الشركة بتخصيص أو حجز أو بيع سيارة للموقع أدناه في حالة عدم توفر السيارة المذكورة. السطرين دول يا جماعة بيعفي التوكيل قانونا من أي عقوبات أو محاسبة قانونية لو اتأخر في تسليم العربية، وليه الحق بعد اما ياخد فلوسك لمده 6 شهور او 9 شهور على حسب العربيه هو قال لك هيجيبها لك في قد ايه، ان هو ممكن ما يجيبلكش العربيه، وبكده انت تكون ممكن تكون قيمه فلوسك قلت، وبعد 9 شهور يروح مرجع لك الفلوس ويروح مقطع الورقه دي وخلاص وكأن شيئا لم يكن. وكمان بيمضيك على تحديد السعر عند الاستلام علشان ما يقعش في الاخطاء اللي وقعها التوكيلات اللي فاتت قبله، وعلشان بقى يطمن الناس من حته البيع والشراء والمتاجره في العربيه، وده للشو فقط. ده يعني في وجهه نظري كاتب لك في الاخر كده سطرين بس، للامانه انا ما شفتش السطرين دول في ورقه استماره ثانيه، يعني انا شفتها في ورقه وورقتين تانيين لا، فمش متاكد من الكلمتين دول. كاتب لك في الاخر ان العربيه لازم اللي انت هتشتريها تقعد معاك على الاقل 6 شهور، وما ينفعش ان انت تبيعها قبل 6 شهور، والورقه دي في وجهه نظري انها مش قانونيه تماما. انت ليك الحق ان انت تعرف تبيع العربيه، ومفيش حاجه اسمها ان انت العربيه تقعد معاك 6 شهور، والعربيه ما عليهاش حظر بيع، انت شاري العربيه. الفكره يا جماعه ان انا سالت نفسي سؤالين ومش لاقي اجاباتهم. طالما التوكيل الجديد ده مستثمر خليجي واستثماراته كلها بالعمله الاجنبيه سواء دولار او دينار كويتي، ليه ما جابش دفعه عربيات مع اطلاق العربيات دي في السوق وحاول ان هو يبيعها بالسعر الرسمي وجس نبض السوق؟ ليه فتح باب الحجز وبيبيع للناس سمك في ميه؟ ويا ترى اللي بيدفع مبلغ جديه حجز وليكن مثلا 250,000 جنيه هل السعر هيتغير عند الاستلام ولا لا؟ هيتغير عند الاستلام. ما انا فوق وريتك الورقه مكتوب في السطور من الورقه اللي انت بتمضي عليها ان السعر يحدد عند الاستلام. اسئله كتير قوي بتدور في بالي ومش لاقي ليها اجابات ومحدش اتكلم عنها خالص، واخاف تتكرر نفس التجربه اللي حصلت مع الناس اللي كانت حاجزه عربيات سكودا وقعدوا شهور وفي الاخر ما استلموش، ونفس التجربه اللي حصلت مع عربيات تويوتا وبرده قعدوا شهور وما استلموش، وكل يومين 3 احنا بنلاقي اعتصام او احتجاج في توكيل تويوتا اللي في العباسيه، وكل الناس دي بقى لها شهور ما استلمتش عربياتها ودافعين فلوسها للتوكيلات. وبالمناسبه علشان ما حدش يقول لك ان صاحب التوكيل ده خليجي او مش عارف جنسيته ايه، طب ما صاحب تويوتا خليجي وبرده معسف الناس في حكايه التسليمات اللي بقى لها شهور ومحدش لاقي ليها حل لغايه دلوقتي. انا بس مش عايز حد يضحك عليك بكلمه ان هو مش مصري او خليجي او هي شركه اجنبيه او شركه جايه تستثمر مثلا فلوسها في مصر. ده راجل زينا زيه بالظبط، يعني ده بني ادم سواء هو صاحب الشركه او المدير التنفيذي او ايا كان، يعني مين اللي بيدير الليله كلها او المنظومه في مصر، وده تاجر زيه زي اي تاجر. لما يلاقي نفسه ممكن يكسب الطقطقين هيعمل كده. انت مش ابن اخته، انت مش قريبه، ده تجاره، ودي حاجه مشروعه جدا جدا لاي واحد بيدخل نفسه في التجاره وبيحط استثمارات بمليارات. وعموما كل اللي انا بقوله لك ده توقعات وربط احداث وشرح وتحليل للي بيحصل مش اكتر. وفي وجهه نظري لو كان التوكيل ده جاب له حوالي 50 عربيه وسلم بالسعر الرسمي او السعر اللي هو اعلن عنه كان افضل له بكتير من ان هو يسحب حجوزات من الناس ويسلمهم من 3 شهور ل9 شهور. وعموما انا اتمنى ان الموضوع ما يبقاش زي ما انا متخيل كده والناس تستلم عربياتها بسرعه والازمه دي تتحل نسبيا في السوق المصري. واتمنى كمان ان الطابور اللي كان بيحجز العربيات ده ما يبقاش طابور على حمايه المستهلك علشان عايزين يستلموا عربياتهم ومش عارفين. وفي اخر الفيديو لو انت عايز تشتري اي حاجه من على تطبيق نون في مصر هتلاقي اكواد بتظهر لك دلوقتي على الشاشه وهتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن، ولو عايز تشتري اي حاجه من على تطبيق نمشي في الخليج بس هتلاقي اكواد برده تظهر لك على الشاشه واكواد موجوده تحت في الديسكربشن. اعمل لايك للفيديو ده وشير الفيديو ده لاي واحد صاحبك مهتم بالعربيات او عايز يشتري عربيه بي ام دبليو مخصوص. فاشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا.